بالكابتن ابراهيم سعيد. ازيك يا ابو خليل؟ الحمد لله على السلامه. بالصحه والسلامه. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام يا كابتن. عامل ايه في ليبيا؟ كله تمام زي الفل الحمد لله. الامور احسن الحمد لله كله طبعا. سلام لحضرتك وسلام طبعا للمشاهدين والشعب المصري وكل سنه وانتم طيبين. تاقلمت على الحياه في ليبيا وعلى الجو هناك؟ طرابلس على فكره حلوه جدا. طرابلس بلد جميل. جميله جدا، وكلهم كمان حتى كل المتواجدين هناك مصريين يعني. في مصريين كتير مصريين هناك كتير قوي يعني. بدأ يروح لك جماهير مصريه المدرجات ولا مش كتير لسه يعني هو بس لسه. لا هو بس الفتره اللي فاتت ان اهلي طرابلس بس مش بقاله فتره اكتر من كذا حوالي 10 سنين ما بياخدش دوري خالص، فيمكن الجماهير غايبه. بس يمكن كان السنه اللي فاتت قريب شويه، كان طالع ثالث. السنه دي يعني الظروف يعني مش هقول ان هي افضل، هي افضل من السنوات اللي قبل كده يعني، بس هي دي اللي مأثره على الحته الجماهيريه شويه. بس هو يمكن اخر مباراه كانت بين الديربي كان الاستاد كله كان مقفل. كنتوا انتوا الاتحاد ولا؟ كنا الاتحاد، بس انا يمكن لعبت 10 دقايق واتصبت في اول 10 دقايق. ويمكن عايز اقول حاجه يا كابتن، يمكن الاتحاد كان محظوظ في الوقت دوت ان انا الحمد لله يعني في اول 10 دقايق الحمد لله كان ربنا موفقني ان انا عامل 12 دقيقه بالظبط وكنت فايق جدا. بعد كده في كوره يعني غريبه جدا، فوجئت ان جالي شد زي مزق اقل من سنتي ونص بالظبط. هو ده يمكن اللي خرجني ان انا اخرج من الملعب يعني. شكل مصر في ليبيا ايه؟ لا طبعا هو الناس حزينه جدا يعني حتى لا مش على الماتش دلوقتي، لسه هكلمك على الماتش. شكل البلد، بلدنا مصر، انه دلوقتي بدأ كلام ناس بتشكك في القومية العربية، ناس بتشكك في وجودنا في ليبيا، في وجودنا في تونس، في وجودنا في المغرب، في وجودنا في العالم العربي. اظن مصر لها ثقل. لا مصر طبعا ليها تقل جامد. عايز اقول لحضرتك يا كابتن ان دلوقتي معظم الناس اللي موجوده يعني دلوقتي يمكن اعتقد ان الناس كلها عارفه ان ليبيا في تجديد تام. نعم صحيح. وتقريبا ل 2015 كل اللي هناك مصريين، سواء مهندسين، اساتذه، تعليم هناك، مستشارين هناك. يمكن قابلت اكتر كذا شخصيه كبيره هناك يعني. لا مصر ليها تقلها طبعا، هم الناس عارفه كده. حتى كنت بتكلم اكتر من حد قال لك لا احنا من غير المصريين هنا البلد مش هتطلع. يعني الاحترام من الشعب. لا طبعا لا ناس محترمه جدا. هتاخد رائع يعني. بص هم بيقولوها كابتن، هي مصر وليبيا تعتبر واحد يعني احنا على خط واحد وحتى يمكن الناس كلها كانت زعلانه من الاحداث اللي حصلت مع الناس، وكانوا بيتكلموا يعني ايه اللي وصل الامور بالشكل دوت. يعني طبعا لو بصينا لها بناحيه الامكانيات الفنيه وكل حاجه مصر توصل كاس عالم. مفيش مجال للمقارنه يعني بدون مقارنه بالاسامي اللي موجوده باللعيبه اللي متواجده. الطبيعي حتى يمكن الناس قبل المباراه كان كله خلاص قايل مبروك ان مصر وصلت كاس عالم بعد هزيمه الجزائر هنا. بعد ما كسبنا الجزائر حتى الناس بس بقت تبارك لي. فقلت لهم انا كنت خايف يعني خوفي اكتر على مباراه السودان اكتر من المباراه اللي كانت في القاهره. الحمد لله بالروح بالجماهير اللي كانت موجوده ديت اعتقد كانت الامور كلها مهيئه ان مصر هتكسب. خروجنا بره مصر قللت الفرصه بتاعتنا شويه. دي حقيقه. يمكن انا واحد من الناس ما كنتش متفائل خالص بلعبنا. كنت جدا وكنت متوتر بشكل غير طبيعي. حتى الناس قالوا خلاص يعني مبروك ان مصر وصلت. لا انا خوفي بره ان الظروف كلها كانت مساعده. حتى بعد الكلام اللي كان بيحصل ان غير الجزائر راحت اشترت كلكم وصلنا. طبعا انا واحد من الشعب الليبي كله بالمصريين اللي كلهم كانوا عارفين ان كل حاجه بتحصل. كان كل حاجه يعني في ناس متابعه الاعلام بشكل كبير جدا، وفي ناس اللي في شغلها بيبقوا متابعين كل حاجه على الانترنت. فانا واحد من الناس كنت في معسكر متابع كل الاجواء من على النت يعني تصريحات كبيره جدا من بعض الشباب الجزائريين، اساءه بالغه جدا للشعب المصري. كل ده كان ليه تاثير سلبي اكيد في المباراه الاخيره يعني. نعم. بمناسبه اصابتك عندنا ايضا مصاب هنا احد نجوم النادي الاهلي معتز اينو، اصيب اصابه بالغه في المباراه الاخيره. عايزين نطمن عليه نعرف اخباره ايه. اللعيب ممكن في لحظه بيتعور يعني. انا برضو مش اللي انا كنت بلعبه وانا يعني مسكت الكوره وقلت عادي. فوجئت ان بعد كده مش قادر اكل يعني. بس الحمد لله يمكن الحمد لله طبعا يعني اللعيبه الممتازه جدا، وهو لسه صغير واعتقد ان بعزيم ان شاء الله يرجع قريب. ابراهيم مع عودتك دايما بيبقى كلام كتير يعني. انت جاي والانتقالات الشتويه خلاص على وشك، ونادي الزمالك بيتعرض لمحنه اشد من محنه السنه اللي فاتت، خسائر بالجمله ونتائج مهتزه ومدرب مرشح انه يمشي. كان في بعض اعضاء مجلس الاداره، هيكون معايا كمان شويه الكابتن ابراهيم يوسف على التليفون اذا قدرنا يعني نجيبه على التليفون. في بعض الاعضاء كانوا بيطالبوا بابراهيم سعيد والبعض كان ضد. هل حصل تجدد في المفاوضات، تجدد في الكلام من اول وجديد، ولا انت عقدك مع الاهلي الليبي يمنعك ان انت تتحرك السنه؟ لا خالص. هو طبعا بص يا كابتن يعني انا طبعا كل التقدير والاحترام للنادي الزمالك وجماهيره وكل حاجه. انا
طبعا يعني كان حصلت الفتره اللي فاتت كلام، ويمكن حضرتك كنت تعلم بيها، كنت حضرتك اتكلمت معايا اكتر من كذا مره، بس كان في انقسام شويه. هم كلموا وقالوا ان احنا عايزين نشوف ابراهيم. ده المره اللي فاتت. دي اخر مره. الحمد لله بعديها يمكن انا انضميت لاهلي طرابلس. الحمد لله يمكن انا من ساعه ما رحت وانا بلعب اساسي كويس. ورغم ان كانت الناس كلها كانت خايفه، يعني قالوا ان ابراهيم هيقعد فتره كبيره على ما يلعب، يعني الحمد لله رحت ويمكن انا لعبت معاهم 6 مباريات، كسبنا 5 مباريات واتغلبنا في واحده. الحمد لله نتائجي معاهم كويسه، شاركت في كل المباريات الاخيره. يعني هي دي الحته اللي كان بيتكلم فيها نادي الزمالك. طبعا انا طبعا الحمد لله انا مركز مع فرقتي كويس قوي، الناس الصراحه بيعاملوني معامله كويسه جدا. حته نادي الزمالك طبعا نادي كبير، ولو نادي الزمالك جه يتكلم معايا انا تحت امره. بس هي في نقطه، انا دلوقتي جاي انا مركز لحاجتين، ان انا عايز اتالق مع فرقتي، عايز اعمل موسم كويس. انا متكلم مع الناس في اهلي طرابلس، قلت لهم لو جات لي حاجه كويسه اتمنى ان انتم ما تقفوش قصادي، فالناس قالوا لي لو جات لك حاجه كويسه انت مرحب بيها حتى في وسط الموسم. حتى لو في شهر يعني لو الزمالك كلمك في يناير ما فيش اي مشكله، ما فيش لا ما فيش اي مشكله خالص. ويعني طبعا في الاول والاخر ده القرار لمجلس الاداره، وكل التقدير والاحترام. وانت مبسوط هناك؟ انا الحمد لله ماشي كويس. وبص يا كابتن شوبير، انا حاطط هدف قدامي ان انا بتمنى ان ربنا يوفقني ان شاء الله اكون مع منتخب مصر في 2010. ان ديت انا بقالي فتره يمكن من 2008 انا مش متواجد مع المنتخب. ده الهدف الرئيسي بالنسبه لي. انجولا بالنسبه لي. ده الهدف الرئيسي بالنسبه لي. وبعد كده اي حاجه اللي ربنا كاتبه له، اعتقد ان وجودي مع المنتخب اعتقد ان هيفتح لي اكتر من كذا سكه. نرجع نتكلم في ده، بس اخد سياده النائب جمال الزيني عضو مجلس الشعب، لانه كان ليه موقف قوي داخل لجنه الشباب، اللجنه المشتركه الشباب والدفاع والشؤون العربيه، وبالتاكيد هو تابع ما جرى اليوم في الحلقه من حوار للسفير المصري في الجزائر، ومن تقارير خاصه بثناها من خلال ما حدث في الخرطوم لاول مره بتحدث وحصريه لقناه الحياه. سياده النائب مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن شوبير، وكل سنه وانت طيب والشعب المصري كله بخير يا ريس. اهلا بيك يا دكتور جمال. يعني الحقيقه بثني على موقفك داخل اللجنه وعلى كلامك الواضح والصريح دفاعا عن حقوق